السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وسلام. يا أخواني وأخواتي المسلمات، كيف حالكم؟ الحمد لله رب العالمين. سلوا الله العافية والسلامة والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، فإن لا شيء يضاحي العافية والصحة والسلامة. كل حموم الدنيا حينا مقابل العافية، كل فقر الدنيا حين مقابل العافية، كل ضغوط الدنيا حين مقابل العافية، كل مشاكل الحياة حين مقابل العافية. البصر نعمة، السمع نعمة، الشم نعمة، سلامة جميع أعضاء الجسد نعمة. من كان به مشاكل أو ضغوطات نفسية أو كل المشاكل من مشاكل الحياة والابتلاءات فليزور المستشفيات لكي يحصل له نقاء تام وصفاء ورضا تام بما قدر الله له، لو كان ضيقا في الرزق أو ابتلاء في الأولاد أو غربة مرة أو كل شيء. اسحب إلى أقرب مستشفى وانظر إلى الناس، وناس معاهم ملايين، وناس معاهم دولارات، وناس معاهم عقارات، تجده مريض مرغى على سرير العملية وأنت نصيح في أتم الصحة والعافية، تأكل الذي تريده، تشرب الذي تريده، تنام في الوقت الذي تريده، تستيقظ من النوم بدون أي شيء، وتنام بدون أي محدئات أو منومات، تقضي حوائجك بنفسك، صحتك في بدنك. احمد الله، لا تحمدوه فقط، فإن الحمد ليس باللسان فقط بل بالأفعال ما بالأقوال. يا من تضر نفسك بأشياء سيئة توقف عنها شكرا لنعمة الله عليك وحمدا له. يا من كنت مريضا وتحمل على صحتك، روح إلى المستشفى وتعالج، فإن الصحة والعافية لا يضاهيها شيء. يا من تعرف شخص مريض أدعو له بالشفاء. يا من تستطيع أن تساعد شخص لا يملك حق الدواء أو العلاج، ساعده، فإن العافية كنز. والله ولي التوفيق، وجزاكم الله خير، ومتعكم الله بصحتكم على أبدانكم. طول الله وبارك في أعماركم، بارك الله فيكم.